السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات. هنعمل النهارده مع بعض حاجه حلوه من اصل تركي، عيون السلطانه. لسه ما اتباعتش في اي محل، فيلا بينا قومي اعمليها. هي ولا كأنك بتاكلي صوابع زينب ولا بسبوسه، حاجه كده بتدوب في البق، طعمها تحفه جدا. المقادير على قد الايد، سهله وبسيطه. يلا قومي كده اجهزي وقومي اعملي حاجه حلوه يتفاجئوا بيها في البيت. عيون السلطانه، عيون السلطانه، خلي بالك مش عيون الست ولا رموش الست، لا عيون السلطانه. زي ما انتوا شايفين كده، سهله قوي وبسيطه. اول حاجه هجيب عندي كوبايه زبده، كوبايه زبده او سمن بلدي، نص كوبايه زيت، يبقى كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه زبادي، سمنه او زبده، سمنه او زبده، بيضه. وابدا اضرب كده المكونات كويس قوي قوي لغايه لما تنعم وتبقى بيضه كده معايا. هنزل عليهم بثلاث كوبايات ونص دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق، عليهم نص كوبايه دقيق سميد او دقيق بسبوسه، عليهم 3 معالق صغيرين نشا، 3 معالق صغيرين نشا. طيب ابدا كده بقى الم المقدار اللي عندي او المكونات اللي عندي مع بعض. خلاص كده هنا المضرب بقى اشيله كده على جنب، وابدا اعجن بايدي. هبص كده هلاقي العجينه طريه قوي جميله في ايدي. هجيب بقى لا اما المقصوصه اللي انا بقلب بيها، او اللي هي بعمل بيها البسكوت، او اي حاجه تعجبك، الشكل اللي يعجبك. طيب هم هناك بقى بيستخدموا مفرط سيليكون كده بيدي شكل خلية النحل. طبعا انا ما كانش متوفر عندي، فلقيت حاجة اسهل واسهل، وهي عارفين قطاعة المكنة بتاعت الشيبسي واللي بتقطع الخضار، عملت عليها بفرد عندي كورة من العجينة. حابة تعمليها سادة خير، عايزة تحشيها احشيها. طبعا في تركيا بيحشوها عين جمل، انا هنا حشيتها فول سوداني وزبيب وجوز الهند. عندك مكسرات بندق عين جمل، المتوفر عندك احشي بيه. هحشي وابدا الم كده وتبقى مديه طول شويه. بدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه 25 لغايه لما تاخد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين. بكون عندي محضره الشربات، فاكرين الشربات؟ بنزل عليها بالشربات كله، الشرب كله، وبعد كده بسيبها لمدة ساعتين في الشربات، وابدأ اشيلها ازوقها بفستق عين جمل اللي يريحك. وان شاء الله تكون وصفة سهلة وتعجبك. ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.